البرنامج جريمة وانا واقفة قدامك، وريني هتعمل ايه، واسمي واسمك الفترة الجاية هتبقى جنب بعض. ينفع احط اسمي جنب اسمك؟ رغم كل اللي شتموني من زمان او 6 شهور ما حطيتش اسمي جنب اسمهم، عشان ما كانش ينفع الوث اسمي، لكن حطيت اسمي جنب اسمك عشان انت مش مصري وانا بدافع عن وطني. في فرق شاسع. لبست لك تاج الملكة الحرة، زي ما تركي طالعة منها على ايد امال ماهر، انت هتطلع على ايدي انا. يا ريت تكون فهمت الرسالة. وشوية الصيع اللي انت حاططهم على البرنامج عشان يهينوني ويطلعوني رقاصة ويضربوا في عرضي، فيما يثبت اللي انت قاعد معاهم ومتفقين مع بعض. بنت اللكلوكي لكلوكي بسرعة. فيما يثبت ان انت كنت قاعد معاهم وبياخدوا منك فلوس. ايه اللي هيخلي سميحة ام شنب اللي مش لاقيه تاكل قاعده في الزاويه الحمراء تطلع تفتح لايف على واحده؟ ومش انا بس، ده انا اتبعت لي الناس اللي تبع الجيش اللي كنتوا بتحطوا صورتهم في الحمامات وتشدوا السفون واحد يطرطر عليهم في الطرطوره. كل ده موجود. فكرين البلد ما فيهاش حكومه؟ لا فيها، وحكومه جامده قوي كمان. مين اللي طلع ترك؟ امل ماهر، رغم ان هو كان معشش في مصر. مش هو ده، كان معشش في مصر. بعتلي اعوانك، مش هينفع اقول اساميهم ايه، وقالوا لي هدي الدنيا، والراجل الكبير بيقول لك هدي الدنيا. المكالمه كانت مسجله، رغم ان هم اصدقائي اللي انتوا خليتوهم يتواصلوا عن طريق اصدقاء ليا. بالنسبه بقى للبت الفنانه اللي صاحبه الفنان ام عين مبطنه، ابقي ابعدي الكاميرا عن عينيكي، عينيكي مستفزه مبطنه. نسيتي الضرب في الشقه ولا ايه؟ نسيتي؟ عرفتي انا دخلت معاكي ليه؟ عشان عارفه ان انتي زفره. مش معنى ما دخلتش مع كله.